بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي واهلا بكل متابعين قناه سلوى في المطبخ. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه جميله جدا جدا، وبمناسبه عيد الام هنعمل تورتايه حلوه قوي واقتصاديه، في امكان اي واحده او اي ست بيت ان شاء الله تقدر تعملها، بدل ما تروح تشتري تورتايه من بره غاليه والكلام ده، لا تقدري تعملي تورتايه حلوه في بيتك لست الحبايب لوالدتك يعني، وتبقى حاجه لافته جميله منك برده. كل سنه وكل امهاتنا بألف صحة وخير يا رب، ربنا يديمهم نعمة في حياتنا ويعطيهم الصحة وألف عافية. إن شاء الله هنعمل إن شاء الله تورتاية بطريقة حلوة ومكونات سهلة، وشكل حلو وتزيين حلو كده وشيك ورقيق في نفس الوقت. بس طبعا معايا الفيديو لحد نهايته، وما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناة ومشاركة الفيديو حبايبي، وتابعوني إن شاء الله. بصوا حبايبي، دلوقتي ان شاء الله هنستعرض مع بعض المكونات اللي معايا، مكونات سهله خالص وبامكاننا ان شاء الله اللي احنا نجيبها. دلوقتي انا معايا كيلو الا ربع دقيق، يعني بمقام 5 كوبايات دقيق من الشوب دي، تمام كده. 5 كوبايات دقيق، بس يكون دقيق طبعا نوع كويس، علشان او دقيق الحلويات مش دقيق المخبوزات، دقيق حلويات يا حبايبي عشان يطلع معاكي ناجح ان شاء الله. ودلوقتي كمان معايا 3 بيضات اهمت، او 4 لو البيض صغير استخدمي 4، لو كبير استخدمي 3. ومعايا هنا 3 معالق سمنه اهوت، 3 معالق سمنه، تمام. ومعايا جوز الهند هنا معلقتين كبار، ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه استغنى عنه، تمام. ومعايا كيس بيكنج باودر ونص، كيس ونص بيكنج باودر، تمام. ومعايا هنا كيسين فروتي برتقال اهوت، كيس فروتي زي ما انتم شايفين اهوت برتقال، وعلبه زبادي، و3 بواكي فانيليا علشان البيت، او ممكن تستخدمي فانيليا سايله بس ما تكتريش منها عشان كترها بيمرر. وكمان كوبايتين لبن حليب وكوبايتين سكر، بس كده. دي هتبقى اسهل واسرع كيكه ان شاء الله ممكن تعمليها، لان هنشتغل في الخلاط باذن الله. دلوقتي انا بصوا يا حبايبي، دلوقتي هنحط البيكنج باودر اهوت على الدقيق، بسم الله اهوت، الكيس ونص بيكنج باودر اهوت، خلاص كده تمام. وهنحط كمان جوز الهند اختياري اهوت، وهنقلب كل ده في المضرب اهوت، خلاص كده. ودلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنيجي على شفشق الخلاط، هنروح نازلين دلوقتي باللبن، بسم الله، كوبايتين لبن حليب اهوت، بسم الله، وهننزل كمان بالسكر، كوبايتين سكر. طبعا عايزه تزودي السكر كمان شويه زودي، ده اختياري برضو، بس احنا بنستخدم كوبايتين. وبتنزلي كمان ب3 بيضات اهمت، بسم الله اهمت، وكمان هتنزلي بعلبه الزبادي، بسم الله، علبه زبادي عاديه خالص اهيت. وهتنزلي كمان بالفروتي اهو، كيسين فروتي بس كده. وهتنزلي كمان بالسمنه، بسم الله بس. وهتنزلي بالفانيليا، 3 بواكي فانيليا، بسم الله، بس كده. وهتروحي ضاربه كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا جدا جدا، تمام. انا هضربهم بقى كويس وارجع لكم تاني. خلاص اهوت، احنا خلاص ضربناها كويس، تمام، كويس جدا. اهم حاجه المكونات تنضرب كويس، تمام اهوت، بسم الله. هننزل بقى هنا على الدقيق شويه بشويه كده، بسم الله، هنقلب بس شويه بشويه كده اهوت. ان شاء الله باذن الله الطريقه دي هتكون ناجحه معاكي 100%. ناس كتير طلبت مني كيك اقتصادي وكده، فاحنا قلنا اللي احنا نعملها مع بعض بمناسبه عيد الام ان شاء الله، وتكون حاجه كويسه وجميله لست الحبايب كده تهادي بيها والدتك، او تعملي لها حفله صغنطوطه كده باذن الله تعجبها، وهتفرح قوي قوي بالحاجه ديت. وكفايه بس اللي هي من ايديكي انتي دي، كفايه والله.
انا هقلبها كويس وارجع لكم علشان بس الوقت مطول. دلوقتي يا حبايبي خلاص احنا اهوت ظبطنا الكيك بتاعنا، ودلوقتي معايا صينيه انا دهناها سمنه كويس ومبدراها بالدقيق اهو زي ما انتم شايفين. طبعا صينيه تكون مرتفعه لان الكميه اللي معايا ما شاء الله كتير، وتروحي كده عشان تطلع يعني تورتيه محترمه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين القوام بتاعها؟ هو ده القوام المظبوط اهو. اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا بتحطي يعني بتسيبي يعني نص الصينيه كده. بصوا يا حبايبي دلوقتي خلاص انا اهوت حطيت في الصينيه بتاعتي خليت العجين بتاع الكيك، وشايفين انا سايبه فراغ قد ايه علشان ما شاء الله بعمل حساب العلو بتاعها باذن الله. ودلوقتي اتبقى معايا عجين اهوت، هعمل كب كيك. في اول الكب كيك كده برده بدرتها بحته سمنه كده وشويه دقيق اهو زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هاخد معلقه كده بسم الله اهوت اهوت اهو. طبعا بحاول ان انا ما الحوسش بره الكب كيك كده علشان خاطر ما يتحرقش مني، ولو طلعت اي زوائد بره كده بتروحي انت طبعا مسحاها بمنديل علشان خاطر ايه ما تتحرقش بسرعه من الفرن. طبعا ما تكتريش في قالب الكب كيك علشان بتعملي برضو حساب اللي هو هيزيد وهيرتفع معاكي. او حابه ان انت ما تعمليش كب كيك ممكن تحطي شويه العجين اللي بقوا دولت تحطيهم في صينيه صغيره جدا برضو تبدريها، بتعمليها بسمنه تمسحيها بقطعه سمنه صغيره مسحه سمنه، وتعملي برضو ايه رشه دقيق فيها كده بس كده. بصي يا حبايبي دلوقتي خلاص اهوت انا عملت الصينيه بتاعتي وما شاء الله الكب كيك اهوت. دلوقتي انا محميه الفرن يعني انا مولعه الفرن مسبقا طبعا قبل ما احضر، يعني في مرحله التحضير بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني على الشبكه. تكون تدخليها فرن تكوني مولعاه قبل التحضير عشان تكون الفرن سخن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني على الشبكه. تمام. مولعه من فوق مولعه من تحت، لو فرنك ما بتولعش من فوق ولعي من تحت لحد ما تتحمر معاكي وترتفع، وبعدين ولعي الشوايه عليها تاخد وش تحمير. تمام كده. هدخلها الفرن دلوقتي وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف شكلها مع بعض باذن الله ونزينها مع بعض ان شاء الله. ادي حبايبي خلاص خرجنا الكيكه بتاعتنا اهي. خدت حوالي ساعه كده في الفرن على نار هاديه على درجه حراره 180 على الشبكه الوسطانيه في الرف الوسطاني في الفرن. طبعا يكون الفرن متولع قبليها. ادي شايفين منظرها. انا كنت هزينها معاكم بس علشان الفيديو ما يطولش عليكم فانا هخلي التزيين للفيديو الجاي ان شاء الله. هنزينها مع بعض بطريقه سهله جدا وبسيطه ورقيقه باذن الله تعجبكم. فتابعوني ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله عشان نزينها مع بعض. ويا رب النهارده تكون الكيكه تكون اقتصاديه وسهله عليكم في امكان الجميع ان شاء الله اللي هو يعملها. دي هتكون لفته حلوه اول ست الحبايب ما تقدمها لمامتك كده في عيد الام ان شاء الله تكون حاجه رقيقه وحلوه وتجمعك انت واخواتك ومامتك وكده وتعملوا حفله بسيطه كده مع بعض. ان شاء الله تكون عيد ام سعيده على كل الامهات يا رب. ربنا يعطيكم كل الصحه والعافيه يا رب العالمين ويخليكم لينا. انتوا تاج على رؤوسنا. يلا عشان ما اطولش استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.